اللي يصلي أبغى يسمعني واللي ما يصلي أبغى يسمعني كذلك حتى يصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول: إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات، فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن أدخله الجنة، ومن لقيني انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. نسأل الله السلامة والعافية. اعلم أنك لا ولن تطيق عذاب ربك أبدا يا تارك الصلاة، واعلم أن يوم القيامة سيموت الموت. يوم القيامة ستتمنى أن الله عز وجل يميتك، ولكن خلاص يوم القيامة انتهى الموضوع. يا مالك خازن النار عليه السلام: ليقضي علينا ربك، نبغى نموت، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يرد عليهم مالك: إنكم ماكثون. ثم يوبخهم عليه السلام فيقول: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اسمع إلى الحديث الثاني. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لا عبد الله بن عمر، صحابي ثاني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة. نور في الدنيا ونور في القبر ونور إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. تدري من هو أبي بن خلف؟ أبي قتله النبي عليه الصلاة والسلام، ستحشر معه